أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قبول العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكونه الملف الوحيد المتقدم لاستضافة الحدث. وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: اتفق مجلس فيفا بالإجماع أيضاً على أن العرض الوحيد لاستضافة كأس العالم ل2030 سيكون العرض المشترك للمغرب والبرتغال وإسبانيا. وأضاف: في عالم منقسم، وافق مجلس فيفا بالإجماع على الاحتفال بالذكرى المئوية لكأس العالم التي أقيمت نسختها الأولى في الأوروغواي عام 1930 بالطريقة الأنسب، حيث ستنظم 3 دول في أمريكا الجنوبية الأوروغواي والأرجنتين وباراجواي مباراة واحدة في كأس العالم 2030، على أن تقام المباراة في الملعب حيث بدأ كل شيء في ملعب سنتيناريو الأسطوري في مونتيفيديو للاحتفال بالنسخة المئوية لكأس العالم. وفي وقت سابق الأربعاء أعلن الديوان الملكي المغربي أن اللجنة التنفيذية للفيفا قبلت بالإجماع الملف المشترك لكل من المغرب وإسبانيا والبرتغال لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 باعتباره المرشح الوحيد للتنظيم. وبحسب بيان الديوان الملكي المغربي، فإن هذا القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يرحب ويعترف بالمكانة المفضلة للمغرب في محفل الأمم الكبرى.